الإيطالي الأفضل في 2022، وحينما تتكلم عن رجل توج كمدرب أفضل في كرة القدم الإيطالية في عام 2022، لا شك بأنك من أمام مدرب عنده قيمة كبيرة في تاريخ المدربين، في تاريخ بلد مليء بالمدربين، أريغو ساكي، أنشيلوتي، مانشيني، وأسماء كثيرة وكبيرة بالنسبة للمدربين الإيطاليين، وكذلك فابيو كابيلو هنا على الصورة. الجماهير النصراوية التي تريد أن تحتفل بالفريق في نهاية المشوار، في نهاية المباراة، في نهاية الأمسية مع الصافرة الأخيرة من حكم المباراة حينما يعلن عن النهاية، لكنها هنا صافرة اليمنى للعين لكن مقطوعة. العودة من الدفاع باتجاه بينتو، لكن الكرة في الانطلاقة، الكرة واصلة إلى أنجيلو، يصد الغنام، الله على كرة عرضية واصلة لخارج أرضية الملعب إلى ركنية. حلوة البداية للنصر، حلوة البداية للعالمي، الكرة والانطلاقة من الجهات في تاليسكا براسية، ترجع مرة أخرى من دفاع العين لتصل الكرة فيها صافرة، وحكم المباراة يعيد الكرة باتجاه مات اليسار. العين الباحث عن نفسه في هذه الكرة، طالت ووصلت باتجاه بنتو، مرت الكرة يبحث عن زميل يتقدم، يصل بالكرة قريبة من منطقة الجزاء إلى محاولة باتجاه تاليسكا وتسديدة. هدف تاليسكا المطرب الذي ظن الجميع بأن موسيقى قد ضاعت، عاد تاليسكا ليعزف من جديد بأوتار الشغف وبأوتار الأصفر، انبعاث جديد لألحان تاليسكا بعد أن كادت أن تضيع. هدف يؤكد على عودة تاليسكا، تاليسكا اللي سجل في الديربي عاد إليكم من جديد. شوف الكرة في الشباك تجاه تاليسكا، تاليسكا مع كرة إلى سقوط. العين يسترد الكرة، طبعا بلا شك بأن أوتافيو النجم الذي يبقى في الميعاد مهما كانت حالة النصر، حالة لا تتغير، هو في الميعاد مع الجماهير. كرة اللعب على الجهة اليمين في عالية، اسمه بيولي، الكرة إلى رونالدو، الله، تسديدة من رونالدو مرت إلى خارج أرضية الملعب، الكرة إلى في الحصول على دوري أبطال آسيا. على الجهة اليمين إلى محاولة باتجاه الغنم، تاليسكا براسية لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الآن على أحداث هذه المباراة، الكرة اللعب لصالح النصر إلى صافرة لصالح العين، الكرة في منطقة الجزاء وتسديدة لكنها تصل باتجاه حارس المرمى البرازيلي بينتو الذي يتبع. مرت الكرة لصالح العين إلى صافرة، ومخالفة أوتافيو في حديثنا. الكرة بالجهة اليمين، الأحبابي يلعب كرة عرضية الجهة اليمين، انطلاقة لمصلحة النصر، وفي ينطلق يمر الكرة لماني، وساديو ماني طالت عليه الكرة، مرت باتجاه الكرة من كاكو يلعب كرة طويلة لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. يلعب كرة إلى أنجيلو يسدد كرة، الله، التسديدة والتصدي من خالد عيسى أبعدني خارج أرضية الملعب. حلوة التسديدة اليسارية، العين مع الكرة تلعب تمريرة طويلة في الأمام، سيماكان تدخل ويحصل على كرة بعد ذلك لصالح النصر، يمرر رونالدو وعرضية لكنها مبعدة إلى خارج أرضية الملعب. واصلة الكرة كركلة ركنية، حلوة الكرة من كريستيانو رونالدو، شوف الانطلاقة ما فيها تسلل، هناك كان دفع للثار. الكرة ملعوبة من بروزوفيتش لكنها مرت إلى خارج أرضية ساديو ماني، وتسديدة من بعيد، خالد عيسى تصدي، ورونالدو ثاني أهداف النصر في هذه المباراة. هدف قاري جديد لكريستيانو، هدف يضاف إلى إرث رونالدو، الإرث الذي سيبقى خالدا في تاريخ كرة القدم. رونالدو سيبقى في أعماق التاريخ، وإرثه وحكاياته التي كتبتها أقدام
ماني. الكرة مرت لصالح ساديو ماني، يمررها إلى أنجلو، العرضية فيها مشاعر الجماهير بالمدرجات بين الفرح والفخر. العين يتفكك من أمام عاصفة النصر. هدف ثالث وكأنه في صالح العين. انطلاقة للأمام، المحاولة فيها تسديدة وبينتو يلتقط الكرة. شكري الرحيمي عدى، انطلق السقوط، ورحيمي حكم المباراة يطالب باستمرارها. الله على كرة لتاليسكا. فيها ثاني أهدافه في مباراة الليلة. كان ممكن أن يسيو ماني. ساديو يلعب عرضية لمنطقة الجزاء الجهة اليمنى، مرور خطير، يتقدم سفيان رحيمي، الكرة يقطع معها سمكان الطريق، يبعد الكرة إلى ساديو ماني يفكر في التسديد لكنها بعيدة. كل شيء لا يسير حسب ما يريد في محاولة رونالدو رجل لرجل وتسديدة لكنها مقطوعة، مرت إلى ركلة ركنية. الفرصة كانت عند رونالدو. بلاسيوس يلعبها على الجهة اليمين، مرت الكرة وينطلق في كرة سمكان مع الكرة وسقوط في أرضية الملعب إلى صافرة ومخالفة ركلة حرة مباشرة. سفيان رحيمي يرى لصالح الفريق النصراوي. سلطان الغنام، سلطان يمر الكرة بمنتصف الملعب ثم الكرة فيها صافرة مخالفة. أوتافيو يحصل عدي، يلعب عرضية لمنطقة الجزاء، الكرة مقطوعة واصلة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. حلوة الكرة من ساديو ماني بالنسبة لسفيان رحيمي في هذه المباراة، وكرة عرضية مرت بعيدة على كوجو لابا. كرة ملعوبة إلى ساديو ماني وتسديدة من ماني. خالد عيسى يلتقط الكرة وتسديدة ساديو ماني. يا سلام على كرة من رونالدو، ومحاولة كانت ساديو ماني لعبها في الزاوية الصحبية الجانبية. الضغط على حمل الكرة، نواف بوشيل بعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لبيولي دائما ليست على ما يراد، لكنه لا يسقط تاريخه، يتعثر ولا يتعثر. والمحاولة وصلت إلى بلاسيوس يمرر الكرة بعرض الملعب، التفكير بالتسديد. هدف أول لصالح العين اللي يتمكن من تسجيل هدف مباغت على بينتو. هدف لم يكن بالحسبان في هذه اللحظات، ولم يكن في حسبان رونالدو الغاضب. هدف يأتي من مسافة بعيدة عن طريق بارك يونغو. شوف الكرة من جديد، ما كان في ضغط على بارك يونغو. هذا المكان حتى يصل في منطقة الجزاء. أوتافيو تأخر، لا تتأخر أرجوك. أوتافيو عنده كرة في النهاية صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة. سرعة التدخل ومعالجة الموقف، كرة فيها راية وتسلل من ساديو ماني طالعهم في شوط المباراة الثاني بأنه قد تبتسم لهم أقدار المباراة الثابتة. بلاسيوس أرسل كرة، بينتو تصدى، الكرة مرت بعيدة، بينتو كأنه أعطى القرار. حلوة ساديو ماني، وصلت الكرة لتاليسكا. الله خالد عيسى أبعد الكرة، ضاعت الفرصة. تاليسكا ثم تعود الكرة باتجاه رونالدو عدت الكرة من أمام رونالدو لتصل إلى خارج أرضية الملعب. الله على لقطة من أوتافيو، عدت الكرة، يا سلام على أوتافيو في انطلاقة عناوية باتجاه كوجو لابا، وتسديد. يا بنتو أبعد الكرة. راعي بنتو الكرة اللعب إلى خارج أمام، ينطلق يصل ويلعب عرضية، وكرة مبعدة من حارس المرمى. خالد عيسى بعد الكرة إلى ماني، يلعب كرة إلى منطقة الجزاء. رونالدو والراسية إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى في مصلحة. 5-1 هذه الكرة. الحذر، كل الحذر في كثير من
من الأوقات. أرجو أننا نتقل النصر داخل منطقة الجزاء، السقوط والكرة في النهاية فيها قرار بمخالفة. تعود من جديد إلى تمريرة وصلت على الناحية اليسار. الله، خلاص ويسلي يسجل هدف النصر الرابع، وعاصفة النصر لم تقف عند شوط المباراة الأول. عاصفة النصر مستمرة، ليلة تحفر في ذاكرة النصراويين، ليلة خالدة للنصر في هذه المباراة، ليلة خالدة النصر يعلنها، ليست حدث عابر. ويسلي جاء ليسجل الهدف الرابع. شوف الكرة مرة ثانية، الله الله، البديل ويسلي. النصر عنده كرة من تاليسكا يلعبها وصافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة، كرة ثابتة لصالح النصر، واصل فيها إلى منطقة الجزاء، السقوط، وحكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب. لابورت يلعب كرة طويلة في الأمام. أيام جميلة إلى جانب النصر، وأسهر النصر